تحياتي لكم أينما كنتم مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بكم في فيديو جديد. قصة فارس منصور الشعلان وبلال شريف، ضابط سعودي وشاب لبناني، في علاقة أثارت الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، وليكم بعض التفاصيل حول ما يحدث. أثار الرائد السعودي فارس منصور الشعلان جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار أنباء حول علاقته بشاب لبناني يدعى بلال شريف. القضية التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج والعالم العربي خلال شهر إبريل 2025. وقد تصدر اسم الرائد فارس الشعلان عناوين الأخبار بعد أن ادعى بلال شريف في فيديو وجود علاقة عاطفية غير شرعية بينه وبين الضابط السعودي الذي تركه دون أن يوضح أسباب البعد. فمن هو فارس منصور الشعلان، وما حقيقة العلاقة التي كشف عنها الشاب اللبناني بلال شريف؟ وقد تداول المستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن فارس الشعلان هو ضابط برتبة رائد في المملكة العربية السعودية، كان متزوجا ولديه ابنة قبل أن يعلن عن علاقته ببلال شريف في ألمانيا وعدد من الدول التي سافر إليها معا. وفارس الشعلان لم يكن شخصية عامة قبل تداول هذه الأخبار، لكن ظهور مفاجئ في حديث إعلامي غير مباشر عن طريق أحد الأشخاص جعله في قلب عاصفة إعلامية يصعب تجاهلها. بدأت القصة بعد أن قام بلال شريف، وهو شاب لبناني في العشرينات من عمره، بنشر تصريحات وتسجيلات عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها: أنا على علاقة مع الرائد السعودي فارس منصور الشعلان، وعلاقتنا ممتدة منذ فترة طويلة لكنها لم تكن معلنة حتى الآن. بلال أضاف إن العلاقة كانت قائمة حتى أثناء زواج فارس من امرأة وأنجب منها ابنة، مما زاد من تعقيد القضية. والأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذا أعلن بلال أنه تقدم بطلب لجوء في إحدى الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن السبب يعود إلى التهديدات التي يتلقاها على خلفية الكشف عن هذه العلاقة، وأن القضية التي وصفت بأنها الأكثر حساسية لمست خطوطا حمراء تتعلق بالسلك العسكري، النظام القانوني والقيم الاجتماعية في السعودية، حيث تعد العلاقات محظورة رسميا وتقبل بإجراءات قانونية مشددة، خاصة إذا ارتبط بشخص يشغل رتبة عسكرية. وأن السلك العسكري السعودي في مثل هذه الحالات تحال إلى محاكم عسكرية ويفصل الضابط المتورط في حال ثبوت التهمة. وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي أو تأكيد أو نفي من الجهات المختصة حول هذه المزاعم، كما لم تؤكد وسائل الإعلام الموثقة أي تحرك رسمي بحق الشعلان. وتلك القضية سرعان ما انتشرت على منصة تويتر إكس حاليا وتيك توك وانستجرام وسط تعليقات متباينة. البعض طلب بالتحقيق الرسمي وتبيان الحقيقة، وآخرون دافعوا عن الخصوصية الشخصية مطالبين بعدم التشهير. وبكده كنا نقلت لحضراتكم بعض التفاصيل المتاحة حتى الآن حول قصة فارس منصور الشعلان وبلال الشريف التي أثارت حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية. وبكده نكون وصلنا بحضراتكم لنهاية الفيديو، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.